مفيش شك ان مروان عطية صفقة من اهم صفقات الموسم للنادي الاهلي، ولعيب جودته باينة للكل. لعيب بيعرف يستلم ويسلم، لعيب بيعرف يستلم بظهره، ودي نادرة في الكرة المصرية ان لعيب يستلم بظهره دلوقتي. لعيب عنده رؤية كاملة للملعب، لعيب شكل التسديدات عنده كويسة جدا. رغم ان هو ما سددش كتير مع النادي الاهلي، لكن انا شفته مع الاتحاد السكندري عنده التسديدات كويسة جدا. ونادر جدا لما جمهور النادي الاهلي يقتنع بلاعب من اول ماتش ليه. جمهور النادي الاهلي اقتنع جدا بمروان عطية، وشبهه ان هو واحد من حسني عبد ربه واحمد حسن واللعيبه اللي كانوا عظماء في الكره المصريه. وان مروان عطيه صفقه الموسم للنادي الاهلي، ولعيب لا غنى عنه في نص الملعب. فما بالك ان لعيب لسه جاي النادي الاهلي ياخد مكان عمرو السولية او حمدي فتحي او اليو ديانج، ويبقى ركيزة أساسية في نص الملعب. مروان عطية كان عامل موسم ممتاز جدا مع الاتحاد السكندري، اللي بشوفه واحد من أفضل الفرق اللي بتقدم كورة في مصر دلوقتي مع المدرب بتاعهم الأجنبي. لكن مروان عطية من أول يوم جه النادي الأهلي وهو عنده حاجة، عنده اللمسة، عنده الرؤية، عنده الباص اللي قدام على طول، عنده التمريرات اللي مش متوقعة، عنده اللعب السلس، اللعب السهل اللي احنا دلوقتي بقينا بنفتقده في اهم اللعيبه في مصر. الوقت بقى صعب جدا ان لعيب يستلم ويسلم، دي بقت نادره في الكره المصريه. اساسيات نص الملعب ما بقتش موجوده، فكون ان هي في لعيب زي مروان عطيه فدي حاجه بتبسطنا، خصوصا ان هو بيلعب في نادينا النادي الاهلي. مقارنة مروان عطية بأحمد حسن وحسني عبد رب ومحمد شوقي وحمص واللعيبة العظماء اللي كانوا في الكرة المصرية، اللعيبة اللي كانوا مهيمنين ومسيطرين على الكرة الأفريقية في 2006 و2008 و2010، شايفه شيء سابق لأوانه. لأن مروان عطية لسه بيحط خطواته الأولى في الكرة المصرية والجماهير النادي الأهلي. فبشوف إن هو لعيب جودته ممتازة جدا، ولعيب مختلف عن أي لاعب في مصر. لكن مقارنته بحسني وأحمد حسن ومحمد شوقي كبيرة جدا، وشايف ان هي مقارنة ظالمة ومقارنة ممكن توقف مسيرة مروان عطية. فبلاش ان احنا نقارنه باللعيبة الاساطير دي، لان اللعيبة دي كانوا اجمد من مروان عطية مليار مرة. لكن مروان عطية عنده ان هو يبقى لعيب سوبر ستار في الكرة المصرية. مروان عطية لعيب ممتاز جدا، لعيب بيعمل كل حاجة، بس انا بشوف ان هو ناقصه الباص الريسك، الباص اللي قدام. لازم مروان عطية يعمل الباص ده بتاع 5 6 7 مرات في الماتش، زي ما كنا بنشوف حسني واحمد حسن. كنا بنشوفهم بيتقدموا وبيزيدوا وكانوا بيجيبوا اهداف. يعني لو جينا نشوف ارقام حسني عبد ربه في مسيرته، هنلاقي ان حسني عبد ربه جايب 84 هدف وصانع 32 جون. يعني لعيب ولا ارقام لعيب مهاجم. فحسني عبد ربه كان لعيب هداف، كان بيشوط فاولات، كان لعيب شويط، كان لعيب بيزيد بيلعب بالراس، كان بيبقى مهاجم تاني. فحسني عبد ربه كان لعيب ممتاز. لو جينا نشوف ارقام الصقر احمد حسن، هنلاقي ان احمد حسن ارقامه احسن من ارقام اي هداف في مصر. احمد حسن كان ارقامه جايب 138 هدف وصانع 66 جون. يعني ارقام من احسن ارقام من احسن المهاجمين الوقت في مصر. فمقارنه كانت ظالمه. لو جينا نشوف محمد شوقي اللي كان مركز 6 وكان لاغلب لعبه دفاعي، كان مركزه 6، فكان جايب 14 هدف وصنع 10 تجوان. فبشوف ان مروان عطية لازم يزود الناحية دي، لازم يزود ناحية التصويب، ناحية الاسيستات، ناحية الزيادات. عايز اشوفه في ال 18، عايز اشوفه مهاجم تاني، عايز اشوفه في المرتدات يزيد، عايز اشوف باصات ريسك كتير لمروان عطية. لان خسارة لعيب عنده الجودة دي، لعيب حريف، لعيب خفيف، يكون يعني مقتصر على البساط اللي بالعرض وبالجنب وللمدافع ورا. فبشوف ان مروان عطية لازم يزيد، ولازم نصبر على مروان عطية. بلاش نقارنه بالاساطير دي، لان مروان عطية لعيب كبير وكل حاجة، لكن لسه بدري قوي ان احنا نقارنه بحسني واحمد حسن وشوقي وحمص واللعيبة اللي كانوا اساطير في الكرة المصرية.